السلام عليكم يا جماعه، معاكم محمد محمود يا جماعه، ورجعت لكم في فيديو جديد. وان شاء الله يعني الفيديو دوت فيديو جامد قوي، لان الفيديو ده هنعمل افضل طريقه للربح من التليجرام. معلش. يا جدعان، انتوا عارفين ان التليجرام ده انا بعمل لكم منه فلوس كتير. في اخر مره برضو كنت ساحب لكم 6 دولار من فتره. انتوا عارفين انا قطعت، بس انا كده انا قاعد لكم ورجلي اتكسرت. قاعد لكم لغايه ما نعمل احلى شويه عظمه في الفيديوهات اللي هنعملها. صلوا على النبي يا جدعان، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. ونخش على الفيديو على طول. اول حاجه احنا هنخش على تطبيق التليجرام دوت. انا هسيب لكم الرابط بتاع بتاع البوت دوت. انا دلوقتي داخلين كده على البوت، وهتسمع على كلمه بدء، اللي هي ديت. وانتوا عارفين نبدا. كنت دخلت في الجروب. هتقول لي بقى الجروب اعمل ايه؟ انا شارك كده شويه ادوات في الجروب. عندك هنا المحفظه اللي بتجيب لك رصيدك، وهنا الحساب اللي هو الاي دي بتاعك، وهنا الفريق لو انت مع حد من صحابك عايز تشتغل معاه، وهنا الدعوه، وهنا الخادم دي ملهاش دعوة، وعندك الإعدادات، وعندك القناة، والأسئلة الشائعة. طبعا انت مش هتحتاج كل دوت. احنا هنحتاج لما نعوز نبدأ في الجروب أو نعوز نسجل رقم جديد، هروح دايسين كده على ديت، على ديت، نروح دايسين على أول واحدة اللي هي ستارت ديت. كده انت هتسجل رقم. هتقول لي يا محمد البوت ده عبارة عن ايه؟ البوت ده أول حاجة احنا بتسيب له الأرقام بتاعتك وهو بيرسل بها رسائل. أو كان مثلا أنا معايا رقم هنا اهوت، رقم، ده رقم اهوت، ده رقم رقم عامة، رقم فيك. انا لسه عامل لكم منه كتير، ولسه شارح لكم فيديو ازاي تعملوا ارقام وهمية. طبعا انت مش هتدخل برقمك الاساسي، انسى، مستحيل. ده رقم من فنزويلا. هروح واخدين الرقم ده نسخ حساب كده، بس عشان اجيب الرقم اقول فاهمين. واخدين الرقم نسخ، تمسحوش طبعا، انا بس بننسخ الرقم. وروح داخلين كده جايين. هتروح اول حاجه انت لما تنسخ الرقم هيكون مكتوب كده عادي، لا هتروح كاتب زائد 5 8. تروح داس على الرقم. تمام. تروح داس على رسائل. هيجيلك بقى خيارين على حسب بقى انت مسجل الواتساب بتاعك، الرقم بتاعك ده على لو مسجله على تجاري يبقى ده واتساب اعمال. لو انت مسجل على واتساب اعمال هدوس على تجاري. انما لو واتساب عادي زي هدوس على كلمه شخصي. فانا كده مسجل على واتساب عادي فهدوس شخصي. هنا جايلك كذا خيار، عندك واحد واتنين وتلاتة وهكذا. طبعا انت لو رقمك لسه جديد، عشان الرقم ما تحذرش، هتخليهم مثلا رسالة او 3 رسائل في اليوم بحد اقصى. لو الرقم بتاعك قديم وانت واثق ان الرقم ده انت استخدمته كتير، ممكن مثلا تعمله 50 او 40 او اي حاجة من دول. بس انا عشان الرقم ده لسه عامله وجديد، فانا مثلا هخليه رسالة واحدة. اروح اجيب لك يرجى الانتظار جاري المعالجة. هتلاقي في رقم ده، هتروح داس عليه نسخه. الرقم ده اللي هو 3 7، تنسخه. تروح داس عليه كده، ده دوس تنسخه، عشان ده مش عارف يدخله انت. تروح نسخه، وتروح نازل كده بشد الاشعارات، وتروح جاي لك هتلاقي رساله جات لك على الواتساب، داخل عليها يقول لك هل تحول ربط الجهاز؟ تروح دايس على تاكيد. تروح مدخل الرمز بتاعك والبصمه بقى ويكن، وتروح لازق الرقم اللي انت لسه جايبه. يقول لك جري التسجيل. طبعا ما تخافش، ده كده رقم وهمي مش فارق معاك. هتروح داس على ربط الجهاز. شايف ان انت ربطت الجهاز كده يا باشا. كده انت خلاص العداد شغال، وهفهمك اللعبه شغاله ازاي جوه. انا بس استنى بس الجهاز يتسجل. والله كده الفيديوهات كتير، بس الواحد يلاقي الوقت اللي هو يصورها. هنصبر لغايه ما البرنامج يتسجل. بس انا بنصح اي حد محدش يسجل برقمه الاساسي. روح كده تم الربط. روح راجعين البوت بتاعنا. بقول لك تم تسجيل الدخول للحساب بنجاح. انتظر توزيع المهام. انت كده خلاص عملت كل حاجه. كده الجروب هو هيشتغل لوحده. اهو بيقول لك تم ارسال الرساله بنجاح. كده انت اتضاف لك فلوس في حسابك. تمام. كده انت اتضاف لك فلوس في حسابك. اتضاف لك كام بقى؟ 11 10 ريال او 3 سنت. كل ما انت تكبر عدد الرسايل
كل ما تكبر عدد الرسايل هيجيلك ايه؟ فلوس اكتر. عندنا مثلا ايه على المحفظه، عشان اوريك انا سحبت منها قد ايه عامه. اهو بص بيقول لك ايه، ده رصيدي الحالي. اجمالي المبالغ المستلمه، واقسم بالله بقاليش يومين ومبشتغلش عليه جامد، 3 دولار وكام ونص. اجمالي الرصيد المتاح بتاع ايه، 3 ايه، 30 سنت، او 3 سنت، 3 من 10. تمام. مبلغ المسحوب بالفعل هو 3 ونص و100. فالجروب ده يا جدعان حلو، وكل ما يكون رقمك قديم وكل ما يكون معاك ارقام هتعرف تسجل. وانا كده اعمل لكم فيديو، انا مثلا ممكن تعمل لك 50 رقم، 30 40 رقم في اليوم. واتمنى يا جدعان تكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تصلوا على النبي والسلام. اه لسه على فشل التفاوت دوت كده، الرقم ده ايه، اتحذر، عشان الرقم ده ايه، الرقم ده ايه، جديد. فانت ايه، بالراحه على الرقم. حتى بص، ممكن لو رجعنا للرقم وندوس على كلمه ربط، مش هيرضى ان الرقم ده اتحذر ايه 5 ساعات. فهنصلي على النبي يا جدعان، واتمنى يكون الفيديو ايه عجبكم، والسلام.